بسم الله الرحمن الرحيم. بإذن الله النهاردة هعمل لك شرح ازاي تعمل باك اب او جوست من الويندوز بتاعك وتثبته على اي جهاز تاني، او حتى تسترجعه على نفس الجهاز بتاعك انت، بحيث ان انت فيما بعد بدل ما تنزل ويندوز وتثبت برامج وتثبت تعريفات وتاخد وقت ساعة، ساعة ونص، ساعتين، خصوصا الناس اللي بتشتغل في المونتاج والديزاين يعني اي شغل مثلا بياخد وقت كبير وكده، هخليك ترجع كل الكلام ده كله في دقيقتين، 3 دقايق، 5 دقايق بالكتير. يرجع لك الويندوز تاني كأنك لسه مثبته حالا بالبرامج اللي عليه بكل شيء. تمام يا مسهل. المهم ادي كده عندي الديسك مانجمنت، هيظهر لي هنا الهارد ديسك بتاعي والتقسيمه بتاعتي. كده انا عندي ويندوز هنا على السي، وده الدي اللي عليه الداتا بتاعتي. تمام. طبعا انا شرحت قبل كده ازاي تحذف ال100 ميجا اللي موجوده هنا وتثبت الويندوز على السي فقط، فلو حضرتك مش فاهم النقطه دي ارجع للفيديوهات اللي فاتت. تمام. كده السي على بارتيشن واحد اهو، واموري كده تمام وزي الفل. طيب باذن الله في طريقتين تقدر تستخدمهم علشان تعمل الباك اب. في اول طريقه عندك برنامج الوان كي جوست، تضغط عليه دبل كليك. تمام. هي دي الطريقه المختصره، وتقدر تستخدمها من على الويندوز بتاعك او من على الاسطوانه بتاعتي. تمام كده. هتضغط عليه دبل كليك، هيفتح لك برنامج الوان كي جوست. تمام. وبيختار هو اوتوماتيك، برنامج الجوست ده اوتوماتيك منه فيه من غير انت ما تعمل اي شيء. تمام. زي كده هو اختار باك اب لان مفيش جوست موجود على الجهاز قبل كده. تمام. انت بتختار باك اب وبعدها على طول تضغط على ادفانسد وفاست، اختار اخر خيار عشان يضغط لك المساحه كامله، وتضغط اوكي. هتلاقي الجهاز جاب لك اوكي تاني، يس يعني، وبعد كده يس تانية. الجهاز هيرستر ويعمل لك الباك اب اوتوماتيك. دي اسهل طريقه. وبعد كده الجوست هيبقى موجود عندك هنا كده في فولدر اسمه جوست، تقدر تاخده تثبته على اي جهاز تاني بنفس المواصفات. تمام كده. دي اول طريقه. طيب تعالى نجرب الطريقه اللي من على الاسطوانه بتاع الصيانه بتاعتي. كده الاسطوانه بتحمل اهي، كده الاسطوانه فتحت. تمام. طيب اذا دخلنا على ماي كمبيوتر هنا هتلاقي ان انت عندك السي اهو، عليه الويندوز، وحجم البارتيشن كله على بعضه 40 جيجا، الفاضي منه 12 جيجا. عايزين بقى ناخد الويندوز ده ونعمل منه لقطه جوست ونحفظها هنا. تمام كده. طيب ايه اللي هيتم يا حبيبنا؟ تقدر تستخدم برضو نفس البرنامج زي ما قلت لك بالطريقه اللي انت عارفها اللي احنا شرحناها من شويه، على باك اب اهيت، وتختار برضو الادفانسد والطريقه اللي انت عارفها، واوكي اوكي هيخلص مع نفسه. طيب لو انت ما عندكش القصه دي وعايز تعملها يدوي، هتدخل ببرنامج الجوست اهو، وطبعا هو موجود كده كده فين؟ في الاسطوانه اهو، ده اخر اصدار. هتضغط عليه دبل كليك وتضغط هنا اوكي. ركز معايا عشان القصه دي الاساسيه، ده البدائي، الشغل البدائي اللي كله عارفه، انما ده اختصر علينا الليله دي، فانا برضه اشرحها لك من باب علم بالشيء. تختار لوكال، بعد كده بارتيشن. تمام. ركز ان انت اخترت بارتيشن، ما تتلخبطش، فاهمني؟ ارجع هنا كده يبقى بارتيشن. تمام. بعدها لو انت عايز تاخد الجوست من السي اللي موجود عندك او الويندوز المثبت عندك، هتختار تو ايمج. تو ايمج معناها ان انت ايه؟ هتاخد لقطة جوست من الويندوز اللي عندك. انما لو انت عايز تفرد الويندوز اللي عندك تثبته من اول وجديد هتختار فروم. تمام. فانت خليك في تو ايمج. وبعد كده هتختار الهارد بتاعك، هيظهر هنا قدامك، وتحت هنا هيكون الفلاشة بتاعتك. اتأكد انك داخل على الهارد، هيجيب لك البارتيشن اللي انت عايز تاخد منه الجوست بتاعك. تمام. هتضغط عليها كده وبعد كده اوكي. خلي بالك في حته صايعه هنا، انت ممكن تضغط على الاثنين، فاهمني؟ ويجيب لك الريسيفد والبارتيشنات والبوت وكل حاجه، يعني تقدر تاخد اكتر من بارتيشن. فخلينا بس في السي، هو ده اللي عليه الايه؟ الويندوز بتاعنا. تضغط اوكي وتختار مكان الحفظ، هيكون هنا في الدي لان ده اللي فيه المساحه، وانا معلمه هنا بالنيو فولدر ده. اكتب هنا مثلا وليكن جوست مثلا 10، واضغط على سيف. هيقول لي حجم الضغط اللي انت عايزه، عادي ولا وسط ولا اقوى حاجه؟ قول له اقوى حاجه اهي كده، وبعد كده يس. هتلاقيه بدأ ان هو يشتغل
ويعمل لي هنا الملف اهو. طيب دلوقتي احنا نفترض ان احنا هنعمل استرجاع للجوست بتاعنا. تمام. استرجاع للجوست بتاعك في طريقتين. الطريقه الاولى ان انت هتدخل على ال1K سواء على الويندوز بتاعك اللي انت شغال عليه او من الاسطوانه بتاع الصيانه او اي اسطوانه صيانه. دبل كليك على 1K بتلاقيه هو جاب لك ريستور لان في جوست موجود على الجهاز. تضغط يس زي كده وبعد كده يس تاني. فاهمني؟ وده لو انت خلصت هو هيعمل ريستارت ويعالج لك البوت فتعلم على دول وتضغط يس. تمام كده؟ طيب الطريقة التانية يا حبيبنا زي ما قلت لك هتدخل على برنامج نورتون جوست زي كده وتوافق اوكي، وطبعا هتنزل على لوكال بعدها بارتيشن بعدها فروم ايمج. تمام كده؟ دي معناها انك هتختار الجوست اللي هتثبته، تعمل كده وتدور من هنا كده، تضغط هنا كده هتلاقي الجوست هنا وتختار اول بارتيشن. لو تلاحظ هو واقف على التاني هنا مظلله لانه مش هيقدر يحط عليه. ليه؟ لان عليه الجوست بتاعك. فانت تختار اول بارتيشن ده اللي هو السي وتضغط اوكي وبعد كده يس زي كده، وهيبدا بقى هو يعيش مع نفسه. طبعا الرساله دي طالعه لان انا ما كملتش اصلا الجوست في الاول. فهمتني؟ المهم هو هيكمل معاك لان انت هتسيبها للاخر، فهيكمل معاك وهيبدا ان هو يثبت لك والدنيا هتبقى تمام معاك. ده كده بالنسبه لموضوع النورتون جوست. تمام. طيب هعمل لك مكنه تانية زي دي، هو كده الشرح يعتبر خلص. هعمل لك مكنه تانية زي دي وهثبت لك ويندوز 10 UEFI او GPT بمعنى اصح، وساعتها هنستخدم برنامج الاكرونس بوت. كده احنا شرحنا النورتون جوست يعتبر. هشرح لك المره الجايه الاكرونس بوت.